السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة هيوات خديجة مرشد مع فيديو جديد، وصفة جديدة. نتمنى من الله دائما تكونوا في أحسن الأحوال. ووصفتنا ديال اليوم من عجينة وحدة غادي نخرجوا مالح وحلو، عجينة ناجحة كتجي قطنية كتجي لذيذة، فعلا كتستحق التجربة. وإلا عجبتكم الوصفة كالعادة ما تبخلوش عليا بتشجيعاتكم ولايكاتكم حتى تعليقكم اللي كتحفزني. وقبل ما ندوز للوصفه بغيت نشكر شكر خاص للاخوات كلهم اللي كيشجعوني وكيدعموني، كنقول لكم شكرا بزاف والهلا يخطيكم. والله يجعل هذا الكلام الطيب اللي كتخليو ليا الله يجعله في ميزان حسناتكم وفرجه ممتعه. وغادي نبداو على بركه الله. عندي 550 غرام من دقيق الفورس، ما يعادل واحد 5 ديال الكيسان اونس من نوع العنبه، وعندي 50 غرام ديال دقيق القمح الصلب، يعني مجموع الدقيق 600 غرام. غادي نضيف عليهم واحد الملعقه صغيره ديال الملح، 2 معالق كبار ديال السكر، وعندي ملعقه ونصف من الخميره الفوريه، ملعقه كبيره هكا مملوءه والنصف ديالها. غادي نضيف عليهم بيضه كامله، وغادي نضيف عليهم كاس ديال الحليب ما يعادل واحد 150 ملي. غادي نضيف 3 المعالق كبارين ديال الزيت، اما في عجانه او قصريه. صراحه انا اختاريت نعجن في العجان، ما كاينش شي فرق، غير هي كتوفر عليك واحد المجهود وصافي، بحال العجانه بحال القصريه بحال. غادي نضيف الماء تدريجيا، يعني بشويه بشويه هكا حتى كيتكون عندي واحد العجين هكا كيكون كيلتصق باليدين. صافي بعد ما كيبان لي كتكون عندي واحد العجين، غادي نضيف عليه 2 معالق كبارين ديال الزبده. كنحلهم هكا بيدي لان الزبده كانت عندي بارده، فمن الاحسن نحلها هكا بيدي ونخلي داك العجين هكا كيتدلك مزيان بداك الزبده. كيفتو العجين كيلتصق. غادي نقسمو على 2، نصف غادي نديرو في واحد الاناء والنصف الاخر غادي نخليه في العجانه، وغادي نضيف عليه باش هكا نكهو لانه حلو باش يجينا هكا لذيذ. غادي نضيف عليه 2 ديال الاكياس من السكر الفانيلا، ونخليه هكا كيتدلك واحد شويه، اما الفانيلا هكا السكر او الفانيلا بودره. المهم غادي نعاود ندلك هاد العجين هذا صافي. غادي نرش طاوله العمل بالدقيق، وغادي نشكل فيها هاد العجين هذا على شكل كره. بما ان العجين عندنا كيلتصق فضروري خاصنا نستعملوا الدقيق. صافي هذا هو العجين الاول شكلنا. غادي نحطو في واحد الطبيسين مرشوش حتى هو بدقيق الفورس باش ما تلصقش ليا العجينه. العجين الثاني حتى هو بنفس الطريقه غادي نشكلو. دائما كنستعملوا الدقيق البنات باش حيت العجين كيتلصق لينا. صافي شكلته على شكل كره حتى هو غادي نحطو في الاناء، وغادي نغطيهم بلاستيك غذائي ونخليهم حتى كيختمروا ويتضاعف الحجم ديالهم. عاد ندوزو باش نشكلوهم. غادي ندوزو نحضروا الحشو اللي احتاجيت ليه. الفلفله حمراء خديت حبه ونصف، قطعتهم هكا الى قطع صغيره شلطتهم. وخديت 2 بصلات صغارين حتى هما او متوسطين شلطتهم. غادي نضيف واحد الفص ديال الثوم مع واحد الكميه ديال الزيت، غير واحد المعلقه كبيره هكا ديال الزيت، ما نكثرش الزيت حيت غادي نستعملوا الزيت اللي كيكون في الطون. بالنسبه للتوابل درت الملح، الابزار، معلقه صغيره ديال البابريكا. صافي غادي نديو نجيب هاد الفلفله مع البصله. بالنسبه للفلفله ممكن تستعملوا الفلفله الصفراء او خضراء اللي متوفر عندكم. انا استعملت الحمراء اول حيت عندي، وثاني حيت كتكون الحمراء بنينه شويه هي الحمراء. المهم بعد ما تشحرت لي مزيان ديك البصله مع الفلفله غادي نضيف عليهم 2 العلاف ديال الطون بالزيت ديالهم. بالنسبه لهاد الطون هذا اللي عندي فهو فيه زيت الزيتون، فمن الاحسن استغليته. صافي تقريبا راه واجد عندي الحشو. غادي نخلي غير داك الطون يتشرب شويه ديال هاد الاقامه هذه. ضفت عليهم واحد المعلقه كبيره ديال المعدنوس، وكاضافه في الاخر غادي نضيف واحد نصف هكا معلقه صغيره ديال الكمون. صافي الحشو راه واجد، غادي نخليه كيبرد وعاد ندوزو باش نشكلوا العجين. فبالنسبه للعجين بعد ما اختمر وضعف الحجم ديالو وارتاح، غادي نبدا بالعجين الاول اللي غادي نشكلو على شكل دونات. غادي نرش طاوله العمل بالدقيق وغادي نطلق هذا العجين هذا. بالنسبه لهذا العجين ديال الدونات ما نطلقوش رقيق بزاف حيت بغينا داك الدونات يجينا هكا مفشفش. صافي غادي نبدا ناخذ واحد الاطار هكا دائري. ضروري البنات ما تكثروا هكا شويه ديال الدقيق ملي تبغيو تقطعوا هاد لي دونات هادو هكا باش ما ديفورماش لينا الوقت اللي نبغيو نقطعوا
العجينه ما ديفورماش لينا. المهم غادي نقطع العجين على شكل دوائر. بالنسبه لبنات هاد الدونات كيجيو فشفشين وكيجيو لداد وكيجيو هكا شيئا ما صحيين، يعني الا بغينا مقارنه الا قليناهم فمن الاحسن نديروهم هكا في الفران والوليدات جالسين نفرحوهم حتى هما. صافي شكلت هاد العجين الى دوائر وغادي ناخذ هكا واحد القمع، غادي ندير فيه هكا واحد الحفره في الوسط. المهم راه الشكل ديالهم راه معروف وباين. غادي نحطهم مباشره في الصفيحه اللي غادي تدخل الفرن، فرشوها بورق الزبده او دهنوها هكا بالزيت صافي، ونخليوها كتختمر ويضاعف الحجم ديالها. بالنسبه للعجين اللي كيتبقى ليا فانا عجنته وشكلته حتى هو حتى كيختمر، عاد عاوتاني شكلته مره اخرى. بالنسبه للخبيزات المالحين كيجيو بنانين حتى هما البنات، كتجي ديك العجينه رطبه ومفشفشه. المهم هاد العجين هذا غادي نطلقوه هكا بدقيق القمح كيف شفتوه من الاحسن لانهم مالحين، فاختاريت نطلقهم بدقيق القمح. بالنسبه لهاد العجين عطاني 8 ديال الحبات، كل حبه فيها 55 غرام، ماشي ضروري تعبرهم، انا غير بغيت نعبرهم. وحبه صغيره هكا يعني ما عبرتهاش داكشي اللي تبقى من العجين، فمجموع ديال الكرات 8 فيهم 55 غرام، وحده صغيره هي 9 الحبات. صافي غادي نشكلهم هكا، نقاد لهم الملمس ديالهم ونخليهم حتى هما حتى كيرتاحوا، عاد ندوزو باش نعمروهم. خليتهم هكا غير واحد 5 دقائق لان العجين عندنا حنا مرتاح. بالنسبه للحشو ضفت ليه واحد الكميه ديال الجبن وغادي نضيف ليه واحد شويه ديال الزعتر، كيعطي واحد اللذه زوينه البنات، غير ضيفوا الزعتر. صافي غادي ندمجهم وغادي ندوز نشكل هاد الخبيزات هادو. غادي نبدا بالعجين الاول. بالنسبه للحشو فهو راه اقتصادي، ما درناش فيه اللحم، يعني غير درنا فيه غير الطون. بالنسبه للطون ممكن ديروا غير علبه وحده، ماشي ضروري ديروا جوج، المهم كيبقى لكم الاختيار. غادي نبدا نطلق في داك العجين الاول وغادي نعمرو بالحشو، نحاول نهز حتى الجبن. كنجمع لي دوك الجوانب ديالو ونحاول نقرصهم هكا باش يتسدوا ليا، ومنين ندخلهم هكا يطيبوا ما يتحلوش. ضروري ما تقرصوا دوك الجوانب. غادي نشكل معكم وحده اخرى. صافي كنطلق العجين وكان ندير فيه هكا واحد الملعقه كبيره من الحشو مع الجبن، نقرص ليه دوك الجوانب ديالو مزيان، نسدهم ونحطهم في واحد الصفيحه اللي كتدخل الفرن حتى هي دهنوها هكا بالزيت او فرشوها بورق الطبخ. صافي غادي نجمع ليه دوك الجوانب ديالو، غادي نستمر بنفس الكيفيه حتى كنكمل هاد الخبيزات كلهم اللي عندي. فبعد ما كنشكل هاد الخبيزات هادو كنقرصهم هكا، ضروري ما نقرصوهم. صافي نمشي معاهم كلهم نقرصهم وغادي ندهن ليهم الوجه ديالهم بواحد البيضه، خفقت هكا واحد البيضه كامله، غادي ندهن ليهم الوجه ديالهم بالبيض. وكاضافه اختياريه غادي نزين لهم هكا الوجه ديالهم بالجبن هكا محكوك. ممكن الا ما بغيتوش ديروا الجبن ممكن ديروا الزنجلان، ممكن ديروا حبوب الخشخاش اللي كتفضلوا. انا زينت لهم الوجه ديالهم كيف قلت لكم بالجبن. وواحد المقطع ما تصورش لي بصراحه، خديت واحد القطع هكا ديال الفلفله حمراء هكا زينت هاد الخبيزات هادو، زينت لهم الوجه ديالهم. بصراحه ما تصورش لي، ما عرفتش علاش. المهم درت هكا قطع ديال الفلفل الاحمر. غادي نخلي دوك الخبيزات كيختمروا لي دونات ديالي حتى هما بعد ما اختمروا غادي ندهن لهم الوجه ديالهم بالبيض. ماشي ضروري تدهنوا لهم الوجه ديالهم بالبيض، ممكن ديروا حتى دهنوهم هكا بالحليب. كتدخلوهم للفران بعد ما كيختمروا طبيعه الحال، كتدخلوهم الفران كطيبوهم طياب عادي جدا حتى كيتحمروا، وكتخرجوهم كتخليهم حتى كيبردوا، كتكلاصيوهم. انا بالنسبه لي انا هاد الكلاصاج اللي حضرت يعني كانت عندي شوكولاته حقيقيه ذوبتها وضفت عليها واحد شويه ديال الحليب مع معلقه ديال الزبده. وإلا عندكم شوكولاته بالحليب غادي تذوبوها هي عاديه وغادي تضيفوا ملعقه ديال الزبده. فكيف قلت لكم الا كانت شوكولاته حقيقيه كتضيفوا الحليب عليها، كانت شوكولاته عندكم بالحليب او شوكولاته عادي كتضيفوا عليه غير الزبده. المهم كنكلاصي هاد لي دونات هادو وكنزينهم هكا باللي بغيتو باللي متوفر عندكم. هكا زينته بالشوكولات هكا على شكل نجاره، حبيبات هكا ديال الشوكولات. المهم تزين كيبقى راجع لكم. صافي كنخليوهم على جنب حتى كي برد عليهم هذا الكلاصاج هذا. بالنسبه للخبيزات حتى هما بعد ما كنخرجهم من الفرن فكيجيو رائعين فعلا، كيجيو بجوج بهم زوينين، كيجيو لذاذ.
الخبيزات حتى هما كيجيو رطبين، راه المنظر ديالهم كيشرح راسو. شرشيت عليهم هكا حتى شويه ديال المعدنوس مجفف. الوصفات ديالنا هما هادو، بعد ما انتهيت من التشكيل ديالهم كيجيو رائعين. بالنسبه للحلو كنفرحوا به وليداتنا وحتى الكبار حتى هما. وهاد الخبيزات هادو كيجيو رطبين وكيجيو لذاذين، فعلا وصفات كيستحقوا تجربه. الفيديو ديال اليوم انتهى، شكرا بزاف على حسن المشاهده، والى فيديو قادم باذن الله، مع السلامه.